2014 للقوى السياسية. كيف يمكن للمرجعية الشيعية العربية أن تكون داعما للحراك العراقي الذي جرى في هذا العام؟ موقفها من مجمل الملفات السياسية المعقدة اليوم في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك أخي الكريم وعلى ضيفك الكريم الأستاذ قصي المعتصم. شيخ أحمد، هل تستمع إلي؟ نعم أسمع عليك. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل شيخ أحمد، يعني تفضل. هو على العموم يعني نحن حينما نريد أن نتكلم عن عام 2014 يعني عام 2014 هو نتيجة متوقعة ونتيجة حتمية وطبيعية إلى التراكمات التي مضت في الأعوام الأربعة والأعوام الأربعة التي سبقتها والتي كان يترأس الحكم فيها ذلك الإمعة نوري كامل المالكي، الذي كان هو السبب في تجدير وتأسيس كل الأركان وكل الأمور التي أدت بنا إلى هذه الفتنة الكبرى التي يعيشها العراق خصوصا وتعيشها المنطقة بشكل عام. كانت يعني تلك الأعوام كانت مليئة بالفشل، مليئة بالظلم، مليئة بالشحن الطائفي والتجاذبات الطائفية، أدت بنا إلى هذا الوضع الطبيعي وهذا الوضع المتوقع. نحن كنا نتوقع وكنا نشير ونحذر من أنه سيزداد الوضع من سوء إلى أسوأ ومن سيء إلى أسوأ وإلى أسوأ وإلى أسوأ، ولكن لا أذن لتسمع إلى ما كنا نقول ولا من يعني يستمع إليك ويستمع إلى تحذيراتك ويستمع إلى نصائحك. الواقع أنه الأحداث التي حدثت في عام 2014 هي أحداث كما قلت لك، أحداث يعني نتيجة لأسباب ولتجديرات ولتأسيسات قام بها الحزب الحاكم يترأسه ذلك الإمعة بسبب ارتباطه بأجندات خارجية. طيب شيخ أحمد، يعني لأي مدى أنتم في المرجعية الشيعية العربية تحملون السيد نور المالكي مسؤولية ما انتهت إليه؟ هل السيد نور المالكي وحده أم ثمة جهات أخرى تتحمل مسؤولية الوضع الذي انتهى إليه العراق؟ يعني هو في كل بلدان العالم وفي كل الأنظمة السياسية يتحمل الفشل الأمني والفشل في الخدمات والفشل في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها هو من يترأس الحكم ورئيس الحكم. نحن لا نعرف غير هذه يعني رئيس الوزراء، وهو كان رئيس الوزراء، هو كان وزير الداخلية، هو كان وزير الدفاع، هو كان رئيس الاستخبارات، كان كل شيء. الحكم الفردي والمتسلط بالسلطة يعني والذي كان يحصر القرار السياسي بيده هو الذي يتحمل مسؤولية ما جرى. قضية الموصل قضية واضحة المعالم، يعني بكل يعني نقول بكل دقة حينما تقرأ الموصل وكيف سلمت التقديم ونحن نستمع وأنتم تستمعون إلى ما أدلى به قائد عمليات نينوى مؤخرا مهدي الغراوي من أنه القضية كانت قضية مفبركة وقضية مدروسة أصلا. ومن يعني هذا هو السؤال المهم، من هو يعني الذي أعطى الأوامر ل 52,000 جندي بما عندهم من آليات، بما عندهم من بما يمتلكون يعني من آليات عسكرية بالانسحاب من الموصل. انسحبوا انسحابا وسلمت الموصل تسليما، وهذه وحدها، هذه النقطة وحدها هي من خيوط اللعبة وهي من تكشف أن هنالك مؤامرة حيكت ودبرت بليل على العراق. خصوصا القضية أساسها أنه أخي العزيز إذا تسمح لي أنه هنالك تظاهرات حصلت، وهذه التظاهرات في المنطقة الغربية رفعت فيها مطالب، وهذه المطالب بغض النظر عن أن كونها مشروعا أو ليس بمشروع، لكن السؤال الأساسي كيف تعاملت الحكومة مع هذه التظاهرات ومع هذا الشعب الذي هو شعبك يخرج بتظاهرات ويعلن بمطالب معينة. كيف تعاملت بوحشية، تعاملت بإهانة. يخرج رئيس الوزراء يقول هذه فقاعة، فحينما يسمع شعبه بأنه رئيس حكومته يصفه بأنه فقاعة فماذا يفعل يعني؟ وماذا يعني يتوقع منه
وينتظر منه أن يفعل. اضطرت الناس إلى أن تحمل السلاح وإلى أن تسلك غير مسلك وأن تتعامل حتى مع الشيطان، مثل ما هم يعني هؤلاء الأحزاب الشيعية حينما كانوا في الخارج قبل سقوط صدام تعاملوا مع أمريكا في سبيل اسقاط نظام الحكم في العراق قبل عام 2003. طيب وبالفعل هذا الذي حصل. شيخ احمد، يعني انتم هل تعتبرون ما جرى في العاشر من قبل العاشر من حزيران وحتى العاشر من حزيران هو ثورة شعبية عراقية ام انقضاض للجماعات داعش وغيره كما كانت الحكومة العراقية تصف الوضع الذي كان قائما؟ لا أخي العزيز، هو أساسا هنالك أنت إذا تقرأ الواقع الموجود في المنطقة الغربية واقع مأساوي يعني للأسف الشديد. يعني لن تسلط حتى وسائل الإعلام على الظلم والتعسف والحيف والحرمان والجوع والمرض والمعاناة والمأساة التي كان يعاني منها أهلنا وأحباؤنا في المنطقة الغربية. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يعني تسبب في إقصائنا وفي الهجمة الشرسة والهجمة البربرية علينا في كربلاء، لأننا قلنا أن المنطقة الغربية تتعرض إلى ظلم، تتعرض إلى تهميش. الناس إذا تعرضت إلى الجوع وإذا تعرضت إلى الفقر والحرمان تضطر إلى حمل السلاح. هذه الكلمة كان يقولها مرجعنا بلسانه من خلال محاضراته التي كان يلقيها في كربلاء المقدسة. بعد ذلك يعني لم يعني تتعامل الحكومة العراقية مع هذه الملفات، ملفات النقص والحرمان، ملفات المطالب التي هي بالأساس حقوق مسلوبة، لم تتعامل معها تعاملا صحيحا. بالعكس كانت هنالك ممارسات وحشية يعني تمارس من قبل الحكومة ومن قبل الجيش ومن قبل الميليشيات المتسمية والمتلبسة بلباس الجيش في المناطق الغربية. كيف يعني أود أن أسألك الآن كيف يمكن الحد أو إيقاف هذا الصراع الطائفي، أو يعني هناك من يصف الوضع في العراق بأنه صراع طائفي بين الشيعة والسنة، هل أنتم في المرجعية العربية توصفون الصراع بهذه الطريقة بأنه صراع وحرب طائفية بين الشيعة والسنة أم ثمت لكم وجهة نظر مختلفة؟ هو يعني حتى قضية يعني التحشيد التي حصلت وفتوى التحشيد التي حصلت، نحن نعتقد بأن هذه يعني قضية وفتوى مقصودة لإبادة أهل السنة في المنطقة الغربية، بدليل أن داعش كانت غير مختلطة بالناس. لماذا لم تضرب الحكومة العراقية داعش حينما كانت منفصلة عن الناس؟ لماذا انتظرتها حتى وصلت واختلطت بالناس يعني أهل السنة ودخلت في الأزقة ودخلت في الشوارع؟ بعد ذلك بدأت قضية التحشيد وبدأت قضية أنه الترتيب إلى عمليات عسكرية وما إلى ذلك. إذن القضية مقصودة لإبادة أهل السنة. نعم هو صراع طائفي، ولكن علينا أن نكون أكثر وعي، علينا أن نكون أكثر حكمة، علينا أن نكون أكثر مسؤولية، نشعر بمسؤوليتنا تجاه بلدنا وديننا ومذاهبنا، ونحد من هذا الصراع الطائفي، لأن هذا الصراع الطائفي إذا يبقي فلا يبقي ولا يذر، إذا يستمر فإنه لا يبقي ولا يذر أحد. بالأمس هناك حديث سوءا إلى أسوأ عن مظاهرات كانت تجري في محافظات جنوب العراق، ما أسبابها؟ ما هي مطالبها شيخ أحمد إذا سمحت؟ هذه التظاهرات يعني في الحقيقة سؤالك جيد جدا. نحن كنا يعني مرجعية عربية عراقية متمثلة بالمرجع الديني الأعلى السيد الصف الحسني دامه ولا، نحن كنا نقود تظاهرات للمطالبة بحقوق الشعب المسلوبة، وهذه التظاهرات كانت تخرج كل يوم جمعة، وفي أيضا في المناسبات والأحداث التي تحدث كنا نخرج بهذه التظاهرات ونرفع شعارات، ولحد الآن هي موجودة ومؤرشفة بصور ومؤرشفة بفيديوهات يعني تشير إلى التاريخ التي كانت تخرج به هذه التظاهرات، وهي حتى قبل خروج التظاهرات الغربية وتظاهرات الأنبار. يعني هذه للتاريخ، وبما أننا نتحدث عن عام 2014 يعني هذه التظاهرات إذا أردنا أن نقرأها فإنها السبب الرئيسي في ضعضعة أركان حكم المالكي، وفي يعني نحن من جرأ الناس على أن تتكلم وأن
تنتقد المالكي وأن يعني تسخف وتسفه المالكي وسياسة المالكي في ذلك الحين، وفي في 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 وجود نفس المالكي ونفس حكم المالكي كنا نخرج تظاهرات ونشير إلى هنالك نقصا في الخدمات ونقصا وإضافة إلى الفساد الكبير، الفساد المالي والفساد السياسي والفساد الطائفي وفساد في الصفقات العسكرية التي كان يذهب ويأتي بأسلحة من انقاذ الدول، ويعني من انقاذ الطائرات كان يشتريها ويدخل بها الى العراق. كل هذه كلها نتكلم بها ونعلنها من خلال تظاهراتنا التي كانت تخرج في البصره وفي كربلاء وفي النجف وفي الديوانيه وفي الميسان والكوت والحله وغيرها من محافظات العراق وايضا بغداد. طيب وايضا كانت التظاهرات يعني لا تلقي يعني اذنا تسمعها ولا من يد تستقبل المطالب من الشعب. الشعب كان مقهورا، الشعب كان هناك يعني تساؤلات شيخ احمد عن مصير ووضع المرجعيه الشيعيه. الشيخ الصرخي الحسني هناك من يقول انه ما زال مطارد، هل هو في مكان آمن؟ هل ما زال يقوم بدوره؟ ما هي الرسالة التي يرسلها للشيعة العرب أو للمرجعيات الشيعية العربية؟ المرجع الديني طبعا السيد الصرخي وليس الشيخ الصرخي، أصحح لك المعلومة. السيد الصرخي الحسني دام ظله إن شاء الله هو في مكان آمن، وهو مستمر بنهجه وبنفس طريقته التي نحن يعني في واقع الحال لم نغير شيئا من مبادئنا واحدة. نحن ليس عندنا شيء، نريد الأمن ونريد الأمان للشعب العراقي، نريد أن يتعايش السنة ويتعايش الشيعة ويتعايش الجميع. هذه هي مبادئنا، لا نريد الدول الجوار أن تتدخل في شؤوننا. نريد أن يكون للشعب العراقي حرية وعزة وكرامة، لا يكون ذليلا، لا يكون أسيرا في ربط حبالة الدولة الشرقية الفلانية أو الدولة الشرقية أو الدولة الغربية الفلانية. واقعا السيد المرجع موجودا إن شاء الله وفي صحة جيدة، وعنده محاضرات في العقائد والتاريخ تبث بثا مباشرا عن طريق اليوتيوب في كل يوم. لكن ما زال مطلوبا السيد الصرخي رغم رحيل السيد المالكي؟ ما زالت الحكومة العراقية تطارده أم وصلتم إلى تفاهم مع الدولة؟ لا، هي لا توجد يعني مذكرة من القضاء العراقي يعني باعتقال سماحة السيد يعني، لكن أنت تعلم بأنه الميليشيات لا زالت موجودة، والعصابات والمافيات في خصوصا يعني في المناطق الوسط والجنوب هي موجودة يعني. فنحن واقعا يعني الظروف الموضوعية حينما تحيط بالمرجع، فعلى المرجع يعني أن يحافظ على وجوده وأن يحافظ على نفسه، لكنه سماحة السيد موجود، ويعني قلت لك يعطي محاضرات مباشرة تبث عن طريق اليوتيوب بالإنترنت، وأيضا هو يعني في العراق إن شاء الله في منطقة آمنة بإذن الله، ومستمر بنهجه ومستمر بطريقته. ولكن الحكومة العراقية الجديدة إذا أرادت فعلا أن تغير من السياسة السابقة، سياسة الإقصاء، سياسة الظلم والتهميش عليها، أولا بالذات يعني أن تتعامل مع ملفنا نحن باعتبارنا بيضة القضبان، وباعتبارنا الطرف الذي يستطيع أن يؤثر في الشارع الشيعي وفي الشارع السني، وكلمته مسموعة عند أهل السنة وعند أهل الشيعة ويحظى باحترام. فعليها أن تتعامل مع ملفنا، مع ملف معتقلينا، مع ملف الأبرياء، مع الكثير من الإرهاصات التي تسببت بها السياسات السابقة، وأبرزها كانت جريمة كربلاء التي حلت بنا من حرق للجثث، من قتل وسحل بالشوارع، ثم بعد ذلك تهديم دار المرجع نفسه، مرجعنا يعني السيد الصرخي، وحرق هذه الدار وحرق دور مقلدين سماحة السيد، ثم مطاردتهم واعتقالهم والتمثيل بالمعتقلين والتعذيب لأقصى يعني ما تتوقع يا أخي العزيز ما تعرض له المعتقلين في كربلاء في السجون السرية من قبل الميليشيات التابعة لعبد المهدي الكربلائي. الكثير يعني
من الممارسات حتى في زمن يعني النظام السابق، وحتى في أزمنة أخرى متأخرة جدا لم تحدث مثل هذه. يعني يثقبون الرؤوس بالدريلات، يقول له نريد أن نخرج منك المرجع الصرخي العربي من راسك. يعني هذه الممارسات التي مورست على الحكومة العراقية الجديدة، إذا أرادت فعلا أن تغير فعليها أن تحد وأن تلغي وأن تعدم من وجود الميليشيات. نحن إما دولة مافيات وعصابات وإما دولة مؤسسات. شكرا جزيلا لك. عندنا جيش عراقي. شكرا جزيلا لك. أشكرك الشيخ أحمد الحافظي المتحدث باسم